انت عارف ان هو بيقول لك ان اللي تسمكر عنده ما ترشش عنده. في فرق كبير ما بين ما تشتغل بلدي وبتشتغل بشكل احترافي. تابع الداتا شيت بتاعت نوع البوهيه نفسه. ده وقت التطاير بيقول لك الوقت اللي بتسيبه ما بين الوش الاولاني والوش الثاني، عشان لو رشيت الوش الثاني في وقت اقل بيظهر عيوب. دي بقى المسافه اللي محددها الشركه المصنعه اللي المفروض تسيبها ما بين العربيه وما بين المسدس اثناء الرش. بره بقى بيعملوا ايه؟ هو ستاندرد واحد اللي شغالين بيه لكل الالوان وكل الانواع. يعني عندك مثلا البار بتاع المسدس مذكور في الداتا شيت عشان خاطر بيختلف ما بين كل نوع بوهيه والثانيه. الجهاز ده بيقلب البوهيه وليه مده محدده بيقلب فيها عشان خاطر البوهيه تنسجم مع بعض، وفي الاخر تروح ترش تلاقي لون تاني غير اللي انت مختاره اصلا. لا وكمان لكل شركه مصنعه برنامج اللي بيدرب اللون اللي انت بتحدد عليه الكود بتاع اللون بموديل العربيه عشان خاطر ما يطلعش فيه اختلاف نهائي، وبيخلطه هو اوتوماتيك بدون تدخل بشري نهائي. يعني ده مثلا عربيه سكودا كود طبعا يا اما بيجي من على الباليتا، يا اما بتخش على برامج اي عربيه وتجيبوا الرقم الشاسيه الترتيبه نفسها طلعت هنا ارقام. هو عامل على 100 جرام ابدا احدد الكميه اللي انا عايزها من هنا، هي نفس الارقام الموجوده على المكنه على الميزان الحساس ده واشتغل بنفس الكميات دي. عرفتوا ليه بيستخدموا مكنه التقليب؟ شايفين كام لون بيستخدم؟ لو بالايد عمرك ما هتعرف توصل للدرجه بتاعه الخلط ما بين الالوان بالشكل الصحيح. تشتغل بلدي برضو ينفع ولا ايه الكلام؟ كل ده بقى بيتم باحترافيه شديده وكفاءه وضمان 100% وبسعر الشارع. سلام.